واخيرا بعد تعب ومشقه عزيزي المشاهد لسه واصل دلوقتي لاقرب نقطه حدوديه ما بين المانيا وهولندا، والصراحه كان المشوار متعب جدا بالقطر، 3 ساعات من المعاناه والتعب والارهاق في نفس الوقت. ففي الحقيقه ما جيتش انا لوحدي، فجبت معايا عزه لاني حبيت ان اجي هنا على قريه ريفيه اسمها زيبنجفالد في هولندا. وانتوا عارفين قريه هتكون جميله جدا في الحياه، صغيره قوي، اقرب نقطه حدوديه هولنديه مع المانيا. القريه صغيره، سمعت عنها كتير جدا ان هي حلوه. فيا شباب لا تنسوا تشتركوا في القناه علشان هنعمل رحله جميله جدا. حاليا احنا دلوقتي في المانيا 5 دقايق بالظبط وهنكون في هولندا ان شاء الله. اقوى انطلاقه اعملها في التاريخ بالاسكوتر، هسافر من مدينه المانيه لهولندا 5 دقايق بالظبط اكون في هولندا. تخيلوا ايه ده، عجبني الميكروباص ده وفي نفس الوقت صاله ورا يناموا فيه. ده شغال في مصر مواصلات، ده عتبة. تخيلوا ده يعتبر ميكروباص متنقل وغرفة نوم وصالة وفي غرفة في نفس الوقت. يا ما شاء الله النهارده بجد حسيت ان الجو جميل قوي قوي، رغم ان في مدينتي اصلا كانت الشمس طالعه وكان الجو حر والرطوبه رخمه، بس هنا الجو فيه برد ومغيم كده ولطيف، كانك بتاكل بطيخ كده يرطب على القلب. انا ما فيش حاجه هتجنني غير ان الواحد لو لف في مدن المانيا بشكل عام او ارياف المانيا، ممكن الواحد يجهز اصلا عفش بيته من الشوارع والاجهزه الكهربائيه. شوفوا دي سماعات صب بالكامل، اوكي، سماعات خارجيه تقدر تاخدها ببلاش، وصاحبها كاتب هنا ان خدها ببلاش وامشي. تخيلوا حاططها كمان يعني منضفه وحاططها على ثبت هنا عشان ايه ما تبقاش موجوده على الارض وتبوظ وكده. يعني انا من تجربه شخصيه بالنسبه لي الالمان هم اطيب وارقى شعب في العالم، رغم ان بقى لنا دقايق كده معدوده نوصل هولندا ان شاء الله. بس اللي عايز اوريه لكم مناظر طبيعيه خلابه حلوه، بشوف الالوان كلها مع بعض. ما شاء الله اللون الاصفر مع الخضار الحلو ده. قدام شويه كده هنلاقي الحدود الهولنديه. الحلو في الموضوع ان ده شارع للمشاة وفي نفس الوقت شارع للعجل، ده مش طريق السريع، تمام. وهنا شوف هتلاقي الشرطه اكيد رايحه على الحدود دلوقتي، لسه هنشوف. فالطريق مش مجرد ان طريق يوصلني هولندا او مشاة، لا، ده الناس هنا بتتمشى عشان تتفرج على المناظر الطبيعيه الخلابه ديت، مناظر ترد الروح للي خلقها من جمالها. قالوا خلاص وصلنا هولندا 7 فالد، اوكي. اليافطه اللي موجوده هنا من اول خشبايه لحد هنا كده خلاص يعتبر احنا كده في هولندا. من اول اليافطه دي كده هولندا، هنا المانيا. تخيل الحدود مفتوحه على بعض، العربيات اللي هي النمر الهولنديه بتدخل هولندا بعد ما بترجع من المانيا، والعربيات الالمانيه بترجع من هولندا بترجع تاني على المانيا. فشوفوا الوضع كذلك بفضل اتفاقيات الشنجن اللي عملوها وتسهيل الدخول ما بين دول اعضاء الدول الشنجن ده، تقدر تقول كده بدون تاشيره بدون فيزا نهائيا، بيسهل كل حاجه ما بينهم من معامله، بيعزز الثقافه ما بين الدول ديت، في نفس الوقت التجاره ما بينهم برضو مش هيعمل تعقدات كده عشان خاطر يدخلوا البضائع اللي بتيجي من الخارج بقى لازم تاشيره مش عارف وما ادري ايه. لا، الموضوع هنا سهل جدا، وده اللي بيعزز التجاره ما بين الدول ديت. فصراحه الموضوع لطيف جدا، ما فيش اي تفتيش على الحدود، الموضوع مفتوح على بعضه، الناس رايحه جايه عادي كانهم داخلين مدينه اصلا المانيه، ولا كان في اي تغيرات. حرفيا الحاجه اللي بيحصل فيها تغيرات يعني حرفيا هي بس اليافطات اللي بتكون بلغه مختلفه. الشوارع الهولنديه بتكون اسفلت شويه غامق عن الاسفلت ده. شوفوا موجود هنا كشك وموجود هناك مطعم. دول اول فعاليات ممكن الواحد يشوفها وهو خارج من هولندا وهو داخل هولندا. طبعا ما شاء الله لقيت هنا اسطبل حسنه، الحسنه موجوده في كل مكان والاسطبل موجود هنا. كان يحصل حادث دلوقتي، العربيه الكيا اللي جايه ديت وقفت مره واحده طبعا لان في خيل، شوفوا ما كانش معاه صاحبه، ده الخيل اللي خارج ده خارج معاه صاحبه، الخيل اللي قبله خرج جري بسرعه كبيره قوي والعربيه كانت قبلها. يعني العربيه لو كانت قريبه شويه لا سمح الله كان ممكن يدخل الخيل فيها ويعني ايه ويسبب مشاكل والخيل يحصل له حادث وكده، ولكن الحمد لله يعني صاحب العربيه في ردة فعله كان اسرع من الخيل وقف بسرعه. انا اللي لاحظته ان هولندا والمانيا لما امشي في الارياف بتاعتها انا بلاقي الخيل، المفروض الارياف اللي يعني الواحد عارف ان المزارع وكده، فبيلاقي السكان بتاعها لا بيربوا فراخ لا بيربوا خرفان لا بيربوا بقر، ولكن هنا
في المانيا وهولندا في نفس الوقت تلاقي عندهم الخيل اكتر من كل حاجه، بيحبوا جدا الخيل وممارسه رياضه الخيل. هدخلهم تاني الاسطبل الاثنين المشاغبين اللي هربوا. الكل خارج من هولندا داخل هولندا بالعجل، ما فيش مشكله خالص من طريق الغابات. هلو، الناس هنا لطيفه، شوف حتى كبار في السن قد ست وجدي. الو الو. لا ويضحكوا ويرحبوا، مبسوطين يا اخي، عايشين الحياه. بس والله شوف الغابات عامله ازاي. انا بحس نفس اللي انا موجود في ماليزيا، تايلاند، اندونيسيا، الغابات الحلوه اللي هي بتاعت دول اسيا ديت انا بفضلها الصراحه عن يعني غابات اوروبا، بحسها مميزه. يطلع لك اناكوندا تروح بلعاك. شوفوا حبه الذره الحلوه ديت، طبعا مش هاخد لسه اصلا ما استواش، وانا ما ينفعش اخد لان لو خدت يعتبر ده سرقه او حرام. بس اللي عايز اوريكم نظام الامان هنا. الشارع اهو عمومي، ناس تمشي فيه بالعجل، في عربيات بتخش فيه في نفس الوقت، مؤدي للغابه وهولندا. بس هنا الذره محطوط في كل مكان. طبعا المزارع هنا اصلا الذره ده بيعملوا الاسباب، وفي نفس الوقت بيسيبوا ينشف وبياخدوا يقدموا بقى للحيوانات اللي بتحب الذره والحاجات ديت زي الطيور وكده يعني. فهنا الناس لو حبت تاخد لازم يستأذنوا، محدش ينفع ياخد خالص من غير ما يستأذن لان يعتبر سرقه وحرام. فالموضوع حلو جدا. وعلى فكره لو الواحد استأذن ممكن يديله كميه كبيره، انت عايز واحده لا هيديك كميه كبيره لو انت استأذنت. فحتى هنا مش محتاجين ان يراعوا الزرع ده ولا يجي يطل عليه ويسقيه ميه، لان شوفوا الامطار ما شاء الله حتى في الصيف تمطر، والزرع والارض هنا خصبه والتربه نظيفه. الراجل ده عايش احلى حياه بعيد عن البشر وبعيد عن كل حاجه، واخد بيت في نص الحقول اللي انتوا شايفينها ديت. شوف ما شاء الله. شوفوا هناك هنا لقيت بقرات حلوات. البقر الهولندي ولا الالماني والله ما اعرفش نوعيته ايه الصراحه، بس يلا ما علينا. بس عايز اقول لكم ان البقر الهولندي بيسموه البقر الحلوب، بيخرج اكتر من 20 لتر في اليوم. البقر ده منتشر بشكل كبير قوي في العالم كله، وبالذات في هولندا بيعتبروها يعني ثروه هائله من صناعه اشتقات الالبان، يكسبوا كتير قوي منه. فعشان كده البقر ده تلاقيه هو في الاستثمار نمبر 1. انا قاعد في نص الشارع عادي عشان ما حدش يجي يقول لي لو انت قعدت في ارضنا انت قاعد في ممتلكات خاصه ممنوع تقعد فيها. لا انا قاعد في ارض الحكومه في ممتلكات عامه هنا، تمام. القعده هنا بالدنيا وبما فيها حرفيا، لان ما فيش اصلا عربيات ماشيه في المنطقه، قليل قوي نادرا. بس القعده يا جماعه مش عارف اوصف لكم قد ايه الواحد سكينه وراحه. سامع صوت الطيور، صوت الحصنه، صوت البقر، كل ما هو اصوات تخلي الانسان يشعر بالراحه النفسيه انا سامعها في المكان الجميل ده وببلاش. الواحد مش محتاج انه يقعد في المدينه او يقعد له في كافيه عشان خاطر يستمتع بجو. انا هنا وسط البقر والاحصنه مستمتع بكل حاجه، وبصور لكم نستكشف احنا كمان. هو بيبصوا لي ليه كده البقره ديت؟ والله شكلها عاجبها الحديث. عجبك بالحديث؟ ايه يا بنت خدي. يا ريتني كنت فلاح، يا ريتني كنت فلاح هولندي. والله ما بتنمر. هل فلاحين هولندا بيحكوا كده؟ ايه خدي يا بيت. والله ما بتنمرش، بس يعني اخواتنا الفلاحين لهم لهجه انا بحبها خاصه، فهل الهولنديين بيتكلموا زيهم؟ مش عارف. الحلو هنا ان سكان كل قريه بيكونوا مختلفين شويه، بيستقبلوا الزوار او الضيوف بثبت الورد اللي انتوا شايفينه ده كاستقبال حلو، يعني يوروه ان هو مرحب بيه. كل بيت وله ثقافه مختلفه في استقبال الضيوف هنا، وبالذات الهولنديين احسهم اهل كرم. انا لما كنت بمشي واصور في امستردام او مثلا بروح بعض الارياف اصور فيها، بلاقي كبار السن بيطلعوا يسلموا عليا، والبعض منهم ممكن يعزمك على حاجه سخنه، كافي، شاي كده. حاولت الحق الجرار اللي ماشي هناك ده، طبعا العربيه اللي ورا ما قاعد فيها ناس وعامل حفله، وبعتقد ديت حفله توزيع العزوبيه، بيطلعوا الاهالي او اصحاب العروس او يعملوا حفله على الضيق كده ويشغلوا الدي جي ويقعدوا يرقصوا ويشربوا المشروبات الروحانيه والحاجات دي. انا هحاول الحقه بس مش عارف اذا هلحقه ولا لا الصراحه، واسرع مني. ما طبعا تمشي لي حوالي 15 كيلو في الساعه، ده انت يعني لو بسابق كلب يعني انت لو بسابق الانفود يسبقني. امشي استر عرضك امشي. اخواتنا الفلاحين هيقفوا هنا بقى وينزلوا ويرقصوا مشغلين اغاني وعايزين الو. شوفوا بالجرة وقف عشان يتكلم في التليفون، لان لو الشرطه شافته هتبقى غرامه. احتفالات بسيطه جدا قسما بالله، مفيش لا مهر ولا قايمه ولا اجيب لك عربيه مرسيدس هيزفك فيها ولا لا، جايب جرار يزف العرسان فيها.
يا جماعه شكلهم كيوت قوي، قاعدين مبسوطين. شوفوا المساحات الحلوه ديت اللي قاعدين فيها. انا احب جدا الارياف ديت، فيها طابع مختلف، الانسان يلاقي نفسه فيها الصراحه، مش مع البقر بس يلاقي نفسه يعني في الراحه وكده. دمتم في امان الله. الواحد استكشف بعدين ان مش المدن هتلاقي سعادتك فيها، انت هتلاقي سعادتك في الاماكن ديت حرفيا. في الحياه خليني اقول لكم ان في حاجه مهمه حصلت في غيابكم وفي نفس الوقت خطر، في خطأ ارتكبته وللأسف ما قرأتش عن الإسكوتر، إن أصلا ممنوع منعا باتا في هولندا، ممنوع إن أمشي بيه في هولندا، سكوتر كهربائي. فالظابط الألماني شافني، أنا لسه يعني موجود على الحدود وكده، الحقيقة ظابط كويس جدا طبعا، شاورلي قال لي تعالى. فبعد ما رحت لعنده قال لي أنت رايح فين في هولندا؟ قلت له كذا كذا. قال لي طب حاول اخرج، لأن الإسكوتر في هولندا ممنوع منعا باتا وممكن تتغرم غرامة كبيرة أو ياخدوه منك كمان، فلازم تخرج بيه حالا. فالصراحه ما دخلتش يعني في العمق في هولندا، فخرجت من هولندا دلوقتي بالاسكوتر. والله ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف خالص ان الاسكوتر ممنوع في هولندا، يعني انا اتفاجئت. فطالما مسموح بالمانيا قلت بقى خلاص اقدر ادخل بيه هولندا عادي، ما فيش مشكله. فرجعت تاني هنا على اقرب قريه المانيه، رجعت عليها تاني عشان خاطر ما تعرضش الغرامه جوه وياخدوا مني الاسكوتر زي ما خدوا مني الدرون في النرويج. ولكن الحمد لله ربنا سترها المره دي. الشرطي كان لطيف جدا معايا الصراحه، توقعت انه هيغرمني عشان ماسك الكاميرا، بس قال لي عشان الاسكوتر ممنوع في هولندا. فالصراحه الواحد لازم قبل ما يروح اي مكان يقرا عنه وايه الوسيله اللي هيستخدمها وهيروح بيها. انا ما كنتش، انا عارف هولندا وعارف معلومات كتير جدا عنها، بس ما خطرش ببالي ان هولندا حظر مشي السكوتر في هولندا، فلازم تصريح عشان تمشي بيه. فانا اتفاجئت من المعلومه ديت، حتى لما الضابط كلمنا عن الموضوع ده اتفاجئت. سالت شات جي بي تي قال لي نفس الموضوع. فانا مستغرب لحد دلوقتي ان ازاي ممنوع، مش عارف. بس يلا عادي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان مفيش اي حادث كبير او اي مشكله كبيره حصلت الواحد يتغرم او ياخدوا السكوتر. يعني تخيل غرامه وهياخدوا السكوتر كمان، يعني مش غرامه لوحدها، لا غرامه وسكوتر هياخدوه. مش عارف انا ليه المنطقه ديت حسيتها متشابهه جدا ببعض. دي البيوت كلها شبه بعض، تحسها برضه بيوت تاريخيه قديمه مبنيه بالطوب الاحمر الحلو ده. والشوارع برضه كذلك نفس الموضوع، تشبه جدا 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 بعض الحواري والشوارع اللي موجوده في امستردام. بس منطقه حلوه يا جماعه ما شاء الله، بجد ما شاء الله. انا بحب جدا البيوت الاوروبيه ده واحد رامي الكومودينو بتاعه هنا، حاجات غريبه. شفتوا؟ مش بقول لكم من شويه تمشي في شارع منها تلاقي عفش اجهزه كهربائيه، ده راسم هنا عربيتين كلاسيكيه قديمه مع الشمس ولون السماء. دي منطقه تهدي فيها البيت ويعملوا لها اعاده اعمار. منطقه سكنيه حلوه قوي على فكره، عجبتني جدا المنطقه ديت، جميله. قدام شويه هتلاقوا السوق بقى، ده السوق النابض بالحياه، كله محلات بقى واكل وشرب ومطاعم وكده. بيزينوا كده شوارعهم بالزهور والورد الاصفر الاحمر البنفسجي كل حاجه. بس عايز اقول لكم ان النحل بيتغذى اصلا على الحاجات ديت، يعني ممكن وانا بشم وراح جاي بالع ولا نافق بالع، المفروض اشفط نحله بمراخيري راح مخليها مراخيري من قرصتها شبه البطيخه. شوفوا المنطقه عامله ازاي رغم ان المدينه ديت صغيره قوي. شارع كامل، شارع اقتصادي بيلعب دور في المدينه، كل حاجه موجوده هنا، حلاق مطاعم كافيهات. شوفوا بس ما فيهوش حركه كتير، ما فيهوش ناس كتير، عكس المدن الكبيره بقى زي دورتموند دوسلدورف كده. الشوارع ديت بيسموها السنترو من المدينه كده، القلب او شريان الحياه، تمشي فيه كله زحمه من جنسيات العالم عشان يجوا يشتروا هنا ويتسوقوا، والزيارات. ويعتبر معالم سياحيه مهمه اصلا الشوارع ديت. طبعا لقيت المخبز ده الناس قاعده بتاكل، خلينا نخش نجيب لنا اي سندوتش لان على لحم بطني اصلا من الصبح. شوف العيش الفول كورن الحبه الكامله، نسالهم اذا عندهم بيض مع جبنه كده طماطم. ده انا بطلبه اكسترا سندوتش، هما بيعملوه مخصوص ما بيبقاش هما مجهزينه، فبيكون اغلى شويه من اللي معروض هنا واللي بيعملوه بمزاجهم في البتارين. Wollte mal bitte fragen, ob Sie was mit Eier haben zum Beispiel? Eier? Ja, شوفوا اللي لاحظته، شوفوا النحله فين، بيبقى في نحل هنا عشان الحلويات. سندوتش بسيط جدا عمله لي اكسترا، حطوا تحت زبده وبعدين خصايه وبيض بالطين شرائح. بسم الله، عيشهم حلو. في زبيب، انا ما بحب اكل عيش في زبيب، بس العيش طازه طعمه لذيذ قوي.
دخلت سوبر دلوقتي، من كميه الازدحام اللي موجوده فيه مش عارف اصلا ادور على ميه حرفيا، ولا عارف الاقي الميه. لقيتها الطهره بنت الطهر مخبيينها في مكان يعني يخلوك تلف لفه ما يعلم بها ربنا عشان تشوف منتجاتهم، وبقى ما نظام الماركتنج وكده لحد ما توصل للميه. انا اللي بقيت الاحظه اذا كان في هولندا او في المانيا، محلات المساج ديت بلاقيها في كل مكان. تلاقي الصينيين او التايلانديين او بشكل عام دول اسيا، المشروع الاكثر اعتمادا عليه الارباح هو المساج، لان عارفين خفه ايديهم بقى في المساج وكده، بيخلوا الانسان كانه الهيكل العظمي بتاعه اتولد من جديد من الراحه اللي بيمر بيها. فهنا تلاقيهم بيشتغلوا كده كتير، بتلاقي في كل مكان محل مساج محل مساج، وعلى الساعه بياخدوا كتير برضه، ربما تبدا من 30 يورو، بس ما اتوقعش يعني بتبقى 30، واعتقد ان هي اغلى شويه. بس ما شاء الله عليهم اذكياء، وبالذات بقى في الاكل الاسيوي. انا اعشق الاكل الاسيوي، اذا كان النودلز الصيني سلام. هنا لقيت تليفون لندن بس ده تليفون المانيا تيليكوم. طبعا الطريقه العبقريه اللي كانوا يستخدموها زمان قبل صناعه والتطور التكنولوجي اللي وصل اللي احنا وصلناه دلوقتي، الانترنت والتليفونات والحاجات ديت، كانوا يدخلوا الفلوس من هنا الفضه، لا هنا ينزل لهم الفكه، معلش يدخلوا هنا الفلوس الفضه، او يحاسبوا كمان بكارت البنك، يكتبوا الرقم يتصلوا وقالوا عندكم محشي دي كانت الطريقه المبتكره اللي استخدموها زمان في التواصل مع بعض عبر الدول والحدود والبحار، كانوا يتواصلوا من بعض عن طريق الكشك ده والتليفون ده. فاصبح مهجور بشكل كامل. طبعا خربوه، خدوا منه النحاس، خدوا منه السلوك اللي ممكن تتباع، كسروا كل حاجة. المخربين للأسف أصبح كتحفة أو حاجة كده قديمة من الماضي سايبينها كأنه معلم، ولكن مش معلم في الحقيقة. شوفوا ديت محطة القطر بتاعت مدينة جوخ. الحلو في الموضوع ان المدينة دي قديمة وتاريخية في نفس الوقت. ده أول قطر بالفحم دخل المدينة. طبعا هنا شخصيات بارزة مهمة جدا من الضباط كانوا بيعينوا على القطر وفرحانين ان القطر دخل الخدمة هنا باللوكسمبورجي، هنا هتلاقي بالانجليزي بالالماني في نفس الوقت. المدينة تاريخية وحلوة وجميلة قوي وصغيرة، ولكنها تقدر تقول مملة. هنا حاوتها هولندا، ده مطار فيزا. فبعد ما كانت محطة تاريخية عبارة عن مبنى كبير، تدخل تشوف كل الخدمات اللي ممكن تشتري منها تذكرة، الاستعلامات والحاجات ديت، أصبحت محطة والرصيد بتاعها على الشارع على طول. ده الشارع، الناس تيجي تركب حتى الناحية التانية يركبوا ويطلعوا على الشارع على طول، مش زي المدن الكبيرة اللي احنا بنشوفها أو المدن اللي بيتخطى عدد سكانها 55,000 نسمة. تلاقي محطات قطر كبيرة، وفي نفس الوقت تلاقي جوه المحطات ديت مطاعم، اكشاك، محلات ملابس تخش تشتري منها وكل حاجه. هنا لا، تحس نفسك في الصحراوي. من خلال الآلة اللي هناك ديت، طبعا الناس واقفين بالطابور علشان يشتروا تذكره على حسب المسافه اللي هم رايحينها. التذكره طبعا بتكون غاليه، بتبدا من حوالي 7 يورو، ده على حسب المسافه. كل ما المسافه تبعد طول ما التذكره تكون اغلى. بس بعيد عن كل حاجه، انا افضل وسيله بحبها جدا في التنقل داخل المدينه او حوالين الارياف هي العجله. بتديك كده متعه حلوه، تستمتع، بتوريك مناظر بانوراميه مش هتشوفها وانت راكب العربيه او انت راكب القطر. فكل لحظه وانا بتنقل بالعجله بيكون امتع من العربيه والتنقل بالقطر حرفيا او بالطياره بشكل عام، لان العجله او الاسكوتر بيديني فرصه ان استكشف ان اماكن عمري في حياتي ما شفتها، اماكن طبيعه، اماكن حلوه. يعني انا اصلا عايش في المانيا بقالي 11 سنه، بس انا واحد جاي من منطقه صحراويه فاهمني، ولكن هنا ربنا انعم علينا الحمد لله يا رب بالخضار والطبيعه. ده يمكن اعظم شيء واعظم نعمه ابتلانا ربنا بها هنا في المانيا.